انجازات، انجاز بلا معاناه ما يكون له طعم اطلاقا. ولاعب المنتخب العراقي تاريخيا بالمناسبه، وتذكرون يوم تأهل العراق لمونديال المكسيك 86 خاض كل التصفيات خارج ارضه، طبعا كانت في عقوبات كما يعلم الجميع، ولذلك تعود اللاعب العراقي على الصعوبات، على طبعا وهذه واحده من المباريات، هذه المباراه التي ربما تؤدي بك لان تسمع نشيد بلادك العراق في المونديال. الضربه الحره المباشره في هذا المكان لأمير العماري، ياتي بكرة عالية وبعد ذلك ياتي الابعاد في الكرات الماضية. تعود العراق، يبدأ العراق شوط المباراة الثاني بداية ممتازة ممتازة ممتازة، وبعد ذلك أيضا حكم المباراة أشار لاستمرار الكرات الماضية مستمرة، الكرة بالفعل ولكنها تعود العراق لصالح المنتخب البوليفي. بعد ذلك سلامات للاعب المنتخب العراقي ايضا ساقط في ارضيه الملعب الان. بالمناسبه العراق عنده ذكريات ليست جيده مع التحكيم في المكسيك امام باراغواي، كما ذكرت الغي هدف بالراس للراحل احمد راضي امام باراغواي، وحكم مباراتهم امام بلجيكا ارتكب الظهير الايسر غانم عريبي خطا امام اسطوره بلجيكا يومها انزو شيفو، والحكم يومها انذر بالخطا باسل كوركيس، وباسل كوركيس احتج على حكم المباراة بعدها ب3 ثواني مباشرة كان الانذار الثاني على باسل كوركيس، وبعد ذلك قام حكم المباراة بطرد باسل كوركيس اللي ما كان متدخل بالمناسبة في لعبة الخطأ الأول اللي كان فيها غانم عريبي على إنزو شيفو. ولذلك يعني لو كان الفار موجود في كأس العالم في تلك البطولة ما طرد باسل كوركيس وما تعرض المنتخب العراقي للظلم في تلك البطولة. ذكريات ليست جيدة، نأمل أن لا تكون الأمور كذلك في هذا المساء. حتى الآن الأمور تذهب بهذه الصورة، ولدينا تبديل يبدو لي بأن لاعب المنتخب العراقي يوسف الأمين 22 سنة لاعب إيك لارينكا القبرصي لن يستطيع أن يكمل المباراة. إبراهيم بايش عينه على ما تبقى من المباراة، ولاعب المنتخب العراقي يوسف أمين هنا يعني يبدو غاضبا لأنه يريد أن يستمر في أرضية الملعب، يريد أن يبقى في أرضية الملعب في هذه اللحظات الآن في شوط المباراة الثاني، في انطلاقة شوط المباراة الثاني. الحديث بين بايش وبين أمير العماري طبعا يتحدثون عن ما يمكن أن يقدم في الشوط الثاني من هذه المباراة. سلامات إن شاء الله تعالى ليوسف الأمين. ولدينا التبديل العراقي، هذا لاعب العراق ماركو فارجي يلعب في النرويج. ماركو 22 سنة، شاب صغير، طاقة حيوية، الآن قادم لأرضية الملعب. سنشهد التبديل الأول في المباراة، وتحية كبيرة لا شك في ذلك ليوسف الأمين، قدم مباراة جيدة وسيفرح إن شاء الله تعالى مع بقية الرفاق في نهاية هذا الصباح. طبعا هو نهاية المساء في المكسيك، فارق توقيت كبير، لكن شوف ما في مونديال ستشاهد كل مبارياته، ستكون توقيتات المباريات في أفضل حال كما كان الحال في مونديال الدوحة. ما في مونديال، أعتقد ما في مونديال قادم ستستطيع أن تشاهد كل المباريات في ولن تغيب ولا مباراة كما حدث في مونديال الدوحة. كان مونديالا استثنائيا في كل شيء، على مستوى التنظيم، على مستوى الأجواء، على مستوى النقل التلفزيوني، على مستوى أيضا المباراة النهائية التي اعتبرت ولا زالت المباراة الأفضل على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس العالم. نعم، ماركو فارجي ولد في النرويج ويلعب في النرويج ولكنه يمثل العراق. وعندك تبديل آخر، إسماعيل زيد الآن، إسماعيل زيد مكان إيمار شير. تبديلات ربما يحتاجها المنتخب العراقي لإعطاء أيضا حماس جديد، روح جديدة، لياقة جديدة لصالح المنتخب العراقي في هذه المباراة. إسماعيل زيد كما يعلم الكل لاعب الطلبة العراقي. هذه محاولة، كرة تلعب الآن، المنتخب العراقي عنده كرة تصل لبايش، تعود بعد ذلك لمرخاس دوسكي.
هذا أكرم هاشم، هذا زيد تحسين. المحاولات العراقية على المنتخب العراقي، على أسود الرافدين أن يقدم شوطا ثانيا مختلفا يا عراق. كرة تلعب، الله العراق أجمل ذكران المكسيك، وللمكسيك سنعود. أجمل ذكران المكسيك وللمكسيك سنعود. أيمن حسين ابتسم يا عراقي، ارفع راسك يا عراقي. أيمن حسين أجمل ذكران المكسيك، وللمكسيك سنعود. هدف كل العمر، هدف كل الفرحة. أيمن حسين هدفه 33 هو الأغلى، هو الأجمل، هو الذي لن يغادر الذاكرة إطلاقا. هدف عراقي ثاني، والعراق في الشوط الثاني شكل ثاني، العراق في الشوط الثاني شكل آخر. أيمن حسين لو لم تسجل إلا هذا الهدف لكفاك، لو لم تسجل إلا هذا الهدف لكفاك. العراق مرة أخرى يتقدم الآن بهدف ثاني، عراقي ثاني. إصرار، كنا نتكلم عن الإصرار، كنا نتكلم عن التركيز، كنا نتكلم عن الإرادة، التصميم. العراقي يفعلها. الكرة عراقية، هدف ثالث في هذا التوقيت. يقرب المسافات، يلغي الحدود، يقرب المسافات. المطالبة العراقية بلمسة يد في الكرة الماضية ولكنها مستمرة. العراق الذي كشر عن أنيابه في طبعا الشوط الثاني وسجل. شوف العراق يسجل في البدايات، في بداية المباراة في الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني. عراق البدايات، ولكن الأهم يا عراق النهايات. البدايات حلوة، هدف مبكر في الشوط الأول، هدف مبكر في الشوط الثاني، لكن النهايات هي من تدخلك التاريخ. كرة تلعب في هذا المكان، محاولة بعد ذلك تعود للخلف، وبعد ذلك لحارس المرمى. هنا طبعا الآن الوضع أيضا كما شاهدنا سيناريو شوط المباراة الأول. بوليفيا ستتقدم للأمام، ربما تترك بعض المساحات، وهذه المساحات الشاغرة ربما تهدي عراق هدفا ثالثا يقرب المسافات، ويعود العراق للمكسيك. أجمل ذكران المكسيك، وللمكسيك سنعود. هكذا يقول العراقي. كرة تلعب الآن، اللي فاكة صوت عراقي كبير، صوت عراقي كل طرب في المدرجات الآن. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل ومرت بسلام. الكرة الماضية مرت بسلام عندما يتعلق الأمر بالمحاولة الماضية، وبالتالي تصل. نعم، هذه اللعبة ما كانت تسلل بالمناسبة. الانطلاقة اون سايد ليست اوف سايد، اون سايد في الكرة الماضية. وبعد ذلك جاءت العرضية، والعرضية إلى لمسة سحرية من أيمن حسين في الكرمة. طبعا في العراق يلعب في الكرمة، ولكنه يمثل العراق ويسجل العراق. كرة في هذا المكان لصالح المنتخب. لا زالت الأمور في أرضية الملعب بالمناسبة. نعم هناك أفضلية، نعم هناك تقدم للعراق، ولكن لا زالت الأمور في أرضية الملعب على العراق. الحذر، كل الحذر من ردة فعل منتظرة من جانب بوليفيا في هذا المكان. المحاولة عالية وخروج. يا باسل
إذا لم تكن متأكدا 100% يا باسل فعليك أن لا تخرج، عليك أن تترك ذلك لزميلك زيد تحسين. نعم خرج هنا. دائما حارس المرمى إذا خرج من منطقته والقرار بالخروج فعليه أن يضمن 100% طبعا الإبعاد. هذه كرة تلعب الآن شوط ثاني من المباراة، والعراقي بصورة مختلفة للأمانة خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. شاهدنا دخول طبعا البدلاء إسماعيل زيد، شاهدنا أيضا دخول ماركو فارجي وإسماعيل زيد، والأكيد أنه في الدقائق القادمة كلما مرت الدقائق كلما أيضا سنشهد تبديلات، لأن الهم لا شك والفكرة واضحة، الحفاظ على الفوز الثمين ولا يمنع الأمر من إضافة هدف ثالث، قتل المباراة وقتل طموحات المنتخب البوليفي والذهاب بعد ذلك بالعراق وبإصدار فرحة رسمية في العراق عند 46 مليون عراقي وملايين العرب طبعا، لأن العراق لا تلعب فقط باسم العراق في هذا التوقيت وإنما باسم كل العرب من المحيط للخليج. كرة في هذا المكان، المحاولة لهذا اللاعب ماتيوس روبسون يلعب في بوليفار كبير القوم في بوليفيا، وميرخاس دوسكي ممتاز ميرخاس دوسكي. طبعا عدنان درجال كان في هذا المركز اللي هو الآن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولم يكن محظوظا بالمناسبة عدنان درجال في مونديال المكسيك. أصيب طبعا، شارك في التصفيات وساهم في بلوغ بلاده ولكنه غاب عن مونديال المكسيك بداعي الإصابة. الآن رئيس الاتحاد العراقي، وأتمنى لا شك أن يعود المكسيك هذه المرة رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد أن غاب عن هذه البطولة بداعي الإصابة. محاولة تعود حلوة من جانب بايش، حلوة للعراق. العراق في الشوط الثاني بصورة مختلفة، أجمل، أفضل، أكثر اتزانا. ما في فرص كثيرة لمنتخب بوليفيا في مرور في الكرة الماضية. المحاولة مستمرة، الكرة لا زالت قائمة وبعد ذلك تعود في هذا المكان لكن الصافرة. وحذاري أحذر المنتخب العراقي ولاعبيه من ارتكاب الأخطاء اللي ممكن تكلفنا. وعندما أقول تكلفنا فما في شك أنا عراقي، تكلفنا يعني تكلف منتخبنا، تكلف المنتخب العراقي. الضربة الحرة المباشرة ولدينا ماتيوس أو فاكر راميرو لاعب الوداد المغربي، لاعب الوداد البيضاوي اللي سجل هو لاعب الوداد اللي الآن يتقدم أيضا لاعب الوداد، لكن يتركها لفاكر لاعب. نعم هذا لاعب خطيرة، كرة تلعب في هذا المكان، ابعاد ولا زالت، والتسديدة ابعاد كذلك في كرة الماضية لا زالت خطيرة. منتخب بوليفيا لديه كرة اصطدت وعادت للمنتخب البوليفي الذي يمارس الآن ضغطا رهيبا على مرمى المنتخب العراقي، ويتراجع العراقيون للخلف الآن. الكرة الماضية كانت عن طريق أيضا اللاعب ماركو فارجي. التبديلات اللي لا شك أقام بها السيد جراهام أرنولد حتى الآن تعطي ثمارها لصالح المنتخب العراقي. كرة تعود للخلف الآن، 2-1 العراق. المحاولة قائمة في هذا المكان لصالح اللاعب الآن تير سيريوس، لكن تغطية ممتازة من جانب لاعب المنتخب العراقي اللي هو بايش في الكرة الماضية للمدافع موراليس، للقائد الآن هاكين كما ذكرت يلعب في الطائي السعودي، الطائي اللي قدم لا شك البدايات للأسطورة طبعا الدعيع الشقيقان اللي عبد الله طبعا في المقام الأول الذي توج مع الأخضر بطلا لكأس آسيا في الدوحة 88، وبعد ذلك شاهدنا طبعا محمد الدعيع يستمر في حراسة مرمى المنتخب السعودي لسنوات وسنوات، وشارك كما يعلم الكل في المونديال. ضربة ركنية تمر بردا وسلاما على مرمى العراق،
كرة تلعب عالية بالراس في هذا المكان، مرت من الكل بالفعل ووصلت إلى ماركو فارجي في الكرة الماضية. كان عليه أن يتصرف بصورة أفضل في الكرة الماضية، لكن تعود لموراليس. شوط ثاني يقرب العراق، يا رب يقرب العراق. فيها مرور، فيها كرة، فيها خطأ، وهذا ما يجب أن نحذر منه. يا ماركو يا فارجي، عليكم أن لا ترتكبوا الأخطاء. هذه محاولة كرة في هذا المكان للاعب متحرك تير سيروس بالقدم اليسرى، ياتي بكرة وياتي لبعاد في الكرة الماضية من أكام هاشم. مباراة كبيرة لأكام. طبعا الزورة يلعب يرتدي الشعارة، رمي تماس أيضا عن طريق لعب رومان. بعد ذلك رومان نفسه أعطت الصورة المنتظرة. بوليفيا بعد أن استقبلت هدف ثاني تتراجع، يتراجع العراق وتتقدم بوليفيا. هي لعبة الآن الحسابات، نتكلم عن ما تبقى 26 دقيقة من عمر هذه المباراة. تقرب العراق، كرة إبعاد من زيد تحسين في الكرة الماضية، ولا زالت مستمرة كذلك. فيها مرور، فيها تقدم في هذا المكان، محاولة مستمرة لصالح منتخب بوليفيا. يستمرون كذلك أيضا عن طريق نفس اللاعب أتير سيروس، قدم اليسرى مزعجة، وعلى لاعبي المنتخب العراقي الحذر، كل الحذر، والكرة في هذا المكان، ودفاع عراقي كبير في الكرة. عليك إبعاد الكرة، كرة من جانب حارس المرمى أحمد باسل، يأتي بكرة عالية، إبعاد من جانب أكام هاشم. تعود لبوليفيا، لكن تعود للمنتخب العراقي. أيمن حسين، يا لها من مباراة يا أيمن، أن تسجل الهدف الذي سينقل بلادك، سيعيد العراق للمونديال بعد 40 سنة. فأنت تدخل التاريخ من الباب الكبير، لكن ليس هذا مهما. المهم أن تكتمل هذه الفرحة، أن تستمر هذه الفرحة. هنا طبعا لدينا إصابة لأحد لاعبي المنتخب، طبعا الحديث عن رومان دييغو ميدينا، يلعب في نادي تيسكا صوفيا، يلعب في بلغاريا بالمناسبة. هذه المباراة الثانية والثلاثين من أصحاب الخبرة الكبيرة في منتخب بوليفيا، ونحن في مباراة حتى هذه اللحظة عند فرحة للعراق، عند وجبة فطور شهية في العراق الآن، بالعافية طبعا، بالعافية. لكن العراقي يقول لي بالعافية لما تنتهي المباراة. ما نقدر نبلع اللقمة، لا الكاهي ولا الجيمر. وقت الآن، هذا وقت المباراة. العراق متسمر العراق الآن في حالة من الترقب والانتظار الكبيرين، الذي طبعا أيمن حسين يترك أرضية الملعب، يخرج بطلا من أرضية الملعب. هذا الهدف الذي سجله، هذه لعبة ماركو فارجي، هذه فرحة العراق في اللحظات الماضية. يخرج هنا يعانقه الكل، لأنه ولدينا أيضا الشاب الصغير هنا. خروج أيضا، شوف قلبي الهجوم تركوا أرضية الملعب في هذه اللحظات. ومهند علي، مهند أيضا يشارك الآن في المباراة. مهند علي طبعا يلعب في الإمارات في نادي النبل فجيرة. في تغيير أيضا في الجانب الآخر، لكن مدينة يترك أرضية الملعب، الظهير الأيمن المصاب. ولدينا تبديلات، بالتالي التبديلات التي حضرت وتحضر في شوط المباراة الأول في هذه اللحظات الآن. المنتخب العراقي تقريبا أجرى 4 تبديلات. العراقي متقدم بهدفين، من سجل هدفي العراق. الحمادي ترك أرضية الملعب، أيمن حسين ترك أرضية الملعب، وبالتالي أيضا التبديلات الآن من أجل الحفاظ على هذا التوازن، وعلى أيضا اللياقة البدنية التي تسعف العراق إن شاء الله تعالى للاستمرار في الحلم الكبير. للخلف الآن
تعود بعد ذلك المنتخب البوليفي. يتقدم اللاعب فاكا، هذه مرت بردا وسلاما على مرمى العراق. هاك اسمع مني شنطيك، اجمل ذكران المكسيك. اي والله اجمل ذكران المكسيك يا بايش. وهذا مهند علي، الشاب اللي في بداياته راح لليوفي بالمناسبه لو تذكرون، انضم مع الفريق الاول كان، ولكن فترة الاستراحة كذلك هي فترة التقاط الأنفاس، فترة كذلك أيضا لأن يتحدث أكثر بصوت عالي جراهام أرنولد الذي قالها صراحة: مهمتي إسعاد 46 مليون عراقي. طبعا هو يواجه، هذه ثالث مرة بالمناسبة أرنولد يواجه منتخبات من أمريكا الجنوبية، لأنه واجه بيرو وباراغواي قبل ذلك. لكن فارجي، ماركو فارجي جاء بهذه الهدية، وبعد ذلك هذا العراقي يبكي فرحا، هذا العراقي يبكي فرحا، وهي فرحة التأهل إن شاء الله تعالى. ليست دموعك وحدك، فهناك ملايين العراقيين يبادلونك الدموع الآن. أيها العراقي العاشق لمنتخب بلاده، المحب لكرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى توصلكم كل مباريات العراق، وكذلك لايك للبث. فرجة ممتعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى توصلكم كل مباريات العراق، وكذلك لايك للبث. فرجة ممتعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى الحاضرون في أمسية في المكسيك، في صباح في الوطن العربي الكبير. حتى هذه اللحظة تكمل 20 دقيقة، العراقي يراها وكأنه هي 20 سنة. يا مهند طبعا لم يولد بعد عندما لعب أحمد راضي هنا وسجل، وحضر ناظم شاكر رحمة الله عليه، وتألق ناطق هاشم هنا رحمة الله عليه، وكان حاضرا كذلك أيضا علي حسين الشهاب رحمة الله عليه. 4 من لاعبي منتخب العراق توفاهم الله، ولكن دعوات طبعا تحضر دائما عندما نذكر هذه الأسماء الأربعة: أحمد راضي، ناطق هاشم، ناظم شاكر، علي حسين الشهاب. نقول رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. 70 دقيقة مرات انقضت، والعراقي متقدم في مباراة الحسم. من يصل لمجموعة فرنسا، السنغال، النرويج؟ إيفان بارتون حكم المباراة السلفادوري، حكم معروف تاريخيا يعني الصرامة، وبأيضا استخدام البطاقات بلونيها الأصفر والأحمر. هذه كرة تلعب الآن للأمام، المنتخب البوليفي، وصافرة وخطأ، ولدينا انذار. سلامات للاعب المنتخب أيضا العراقي ماركو فارجي، دخول موفق تماما. شوف المدرب اللي يقرأ المباراة بصورة ممتازة. طبعا العراق ما بدأ مع هذا المدرب، العراق بدأ مع الإسباني كاساس. كان غضب كبير بالمناسبة على مستوى المنتخب العراقي مع كاساس، وبعد ذلك طبعا جاء المدرب الحالي السيد جراهام أرنولد، ومنذ أن جاء تغيرت صورة المنتخب العراقي، عادت الواقعية، عاد المنتخب العراقي بالفعل. تصور منتخب العراق ما لعب مباراة من 105 أيام. تصور آخر مباراة كانت في كأس العرب في الدوحة في طبعا من 105 أيام أمام الأردن من 105 أيام. طبعا نتكلم عن أكثر من 3 أشهر. هذا مدرب أوسكار فيليغاس اللي طبعا منذ 2024. وهذه البوليفيا
التي هنا، بينما العراق علم العراق وشعار الله أكبر. وفي أمسية حتى الآن في المكسيك، صباح في العراق حتى الآن. هذه الكرة طبعا، وهنا الإصابة، سلامات لماركو فارجي. لكن العراق في الشوط الثاني بصورة مختلفة للأمانة، صورة مختلفة، أداء مختلف، ونتيجة حتى الآن تذهب بالفعل، تذهب لنا وتذهب للمنتخب العراقي وتذهب للكرة العربية. ولدينا كرة من جانب أمير العماري. أمير العماري كرة تلعب عالية للأمام، هذه سهلة على منتخب العراق في هذا التوقيت. الآن أمران مهمان جدا، أولا ما يخسر الكرة بسهولة، ثانيا أيضا أنه يسترجع الكرة، أنه يبعد الخطور عن مرماه. إذا نجح في الأمرين سنقول مبروك بعد ذلك عند صافرة حكم مباراة السلفادوري. كانت تفرق ثانية يا مهند، كانت تفرق ثانية يا مهند. اي والله كانت تفرق ثانية. اتصور لو اخذها بقدمه كان هو وحارس المرمى، لكن خيرها في غيرها ان شاء الله تعالى. هذه محاولة، شوف طبعا بوليفيا عندها افضلية استحواذ، نتكلم عن 53%، لكن لدينا محاولة، كرة في هذا المكان تصل بعد ذلك لمنتخب بوليفيا، طالت في الكرة الماضية. هذا اللي كنا نتكلم عنه، الإصرار، التصميم، العزيمة، الرغبة. عندك هدف يوديك كأس العالم، يوديك كأس العالم، تسجل اسمك لعب في كأس العالم، تسمع نشيد بلادك في كأس العالم. رمية تماس لصالح المنتخب البوليفي عن طريق اللاعبة في الكرة الماضية. هذه محاولة، كرة لصالح المنتخب البوليفي كذلك، فيها محاولة المرور، فيها التقدم، دفاع عراقي جيد حتى الآن. العراق أقل أخطاء في الشوط الثاني من طبعا مجريات الشوط الأول في هذه المباراة، ولذلك شباك العراق حتى الآن نظيفة في الشوط الثاني، نأمل أن تستمر كذلك. هذه محاولة، كرة قوية، وباسل يحضر في الكرة الماضية. نعم باسل يحضر والعراقي يحضر، وكرة تلعب للأمام، طالت على ماركو أو مهند علي لصالح المنتخب البوليفي. ربع ساعة ما أطولها، ولكن العراقي ثابت حتى الآن. كرة تلعب الآن وتصل، والإبعاد، والكرة الماضية. الصافرة في مكان خطر، الصافرة في مكان خطر جدا. اي والله. بالمناسبة منتخب بوليفيا أول منتخب في تاريخ كأس العالم غير فانيلاته، غير ملابسه. كأس العالم الأولى في مونديال 30 في الأورجواي ارتدى لون الأبيض، والمنتخب اللي كان يقابل البرازيل كانوا أيضا باللون الأبيض. اليوم هم يلعبون باللون الأبيض بالمناسبة، هذا ليس لونهم الأساسي، لونهم الأساسي الأخضر. وطبعا بعد ذلك القرعة جت عليهم وارتدوا اللون لكن قبل ذلك هذه محاولة، كرة في هذا المكان، محاولة قائمة، كرة خطير، إبعاد للعراق، إبعاد إلى ضربة ركنية، إبعاد الخطر في الكرة الماضية. برافو من جانب المدافع حسين علي، ضربة ركنية لبوليفيا. العراق يتراجع للحفاظ على التقدم الثمين. كرة لصالح المنتخب البوليفي، واحد من افضل لاعبي تير سيروس. يا الله على الروح، على الابعاد. اكرم هاشم، هذه مرتده من علي جاسم في الكرة الماضية. علي جاسم 20 سنة 22 سنة، النجم السعودي
النجم السعودي. والنجمة اليوم أنك أنت تصل مع بلادك، هكذا هي النجمة المتلألئة، هكذا ستكون نجمة ذهبية إن وصلت يا لاعب النجم السعودي. كرة تلعب الأمام الآن، علي جاسم حاولها في الكرة الماضية، لكن العراق تسير المباراة حتى الآن بصورة راقية في المكان السليم. محاولة قائمة لصالح منتخب بوليفيا، يحضر كذلك حسين علي في الكرة الماضية. تأتي الكرة، تلعب الكرة، أكام هاشم يلحم المباراة. يا أكام، هذه المباراة عليك أن تفخر بها، تفخر بها وتفاخر بها وتنقلك وتذكر بها أبنائك وأحفادك بعد ذلك، ولكن الأهم من ذلك أن تكتمل. طبعا هنا في مونتري، هل نشهد أول فوز للعرب؟ هل نشهد أول فوز للعرب؟ قولوا يا رب. أول فوز للعرب في مونتري في المكسيك. العرب هنا لعبوا 4 مباريات بلا فوز، بخسارتين وتعادلين. هذه كرة في هذا المكان، محاولة قائمة الآن لصالح بوليفيا. الكرة فيها مرور، والكرة فيها ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية. كثرت الضربات الركنية وكثر كذلك الضغط على مرمى العراق في هذه اللحظات. كرة من ضربة ركنية، لعبت أرضية، وصلت الآن، فيها مرور، فيها تقدم. الله، باسل وهو باسل في المكان السليم، يبعد خطورة الكرة الماضية لصالح المنتخب البوليفي. علي من جانب باسل، تصل الآن لعلي جاسم، مرور في الكرة الماضية، لكن إبعاد كذلك، إبعاد الكرة الماضية تعود للمنتخب العراقي. بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق اللاعب إسماعيل زيد، عراقية جميلة، إسماعيل زيد عراقية. التقدم موجود، الكرة موجودة. أعتقد في صافرة، في خطأ الحكم، لا، في دفع كان، لكن الكرة مستمرة والعراق يتراجع، والصافرة تحضر الآن، والخطأ لبوليفيا الآن في هذا المكان في هذا التوقيت. يا له من توقيت، كلما اقتربت الدقائق كلما زادت نبضات القلوب عند العراقيين، صغيرهم وكبيرهم. دقات القلوب تسرع أكثر فأكثر. هناك قلق، هناك تخوف، هناك توتر، هناك انتظار، هناك ترقب، هناك انتظار لفرحة إن شاء الله تعالى. 10 دقائق يا عراق، 10 دقائق يا عراق. وصوت العراقيين هنا يصدح في مونتري. استمع. طبعا كأس العالم في المكسيك 86 بدأت ظاهرة الموجات البشرية. طبعا أتحدث عن التشجيع في المدرجات، كانت انطلقت هنا وبعد ذلك استمرت في كل مكان، لكن تستمر المباراة. الكرة تلعب الآن، ونقل الكرة مرت بهذه الصورة ولا زالت قائمة كذلك للاعب المنتخب البوليفي. عودة كل لاعبي المنتخب العراقي، عينك على اللون الأخضر الآن. مهند علي في الكرة الماضية، لكن تعود منتخب بوليفيا مسيطر، يستحوذ في اللحظات الماضية لمنتخب بوليفيا. بالفعل علي من جانب ماتيوس، عراقية لمهند، تأتي الكرة وتصل الكرة وتصد الكرة. 9 دقائق باقي، 9 دقائق باقي، ما أطولها. 9 دقائق طويلة جدا. في انذار على ماركو فرج، هذا ماركو فرج، نعم، في انذار ماركو فرج في اللقطة الماضية. 9 دقائق أقل من ذلك، خطأ لصالح منتخب بوليفيا. 9 دقائق، يا ريت 9 دقائق بس، اكيد في مش اقل من 5 دقائق طبعا وقت محتسب بدل ضايع، وبالتالي تعمل حسابك على ربع ساعه يا عراقي، تعمل حسابك الان على ربع ساعه قادمه، لا شك في ذلك. هذه انطلاقه الان، هذه كره لعلي جاسم، مرور في الكره، الله، تكمل هذا، الله، كانت تريح الكل يا مهند،
كانت تريح الكل. الكرة الماضية يا مهند يا علي أخذها بهذه الصورة. المدافع ضايقة، صرخة، طبعا صرخة من الأعماق، لأنه يشعر بالفعل لو سجلها كانت تنهي الأمور، كل الأمور. حلو العراقي، برافو للعراق، مباراة كبيرة لا شك في ذلك. هذه كرة في هذا المكان الآن، محاولة مستمرة، الكرة تصل بعد ذلك. يحسب للعراق في الشوط الثاني أن الفرص على مرماه ليست بخطورة شوط المباراة الأول. طالت. هنا العراق، هنا حكايات مجد لم تزل تروى على مر الزمان. هنا العراق يا وطن الصباحات التي لا تحتجب رغم العواصف. هنا العراق، وهنا الانتماء الذي لا تكسره المسافات والصعاب. إبراهيم بايش يغادر أرضية الملعب، يبدو لي ذلك. مباراة كبيرة لبايش، وكيفن يعقوب بديل عراقي هو الرابع في المباراة. لعب أرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب. هذه الطيور العراقية المغردة خارج طبعا العراق، هي لا شك أنها تعطي الإضافة وتأتي بخبرات وتنقل تجارب ويستفيد منها المنتخب العراقي الذي يقترب الحلم يقترب يا عراق. لكن أمامك 6 دقائق بالتمام والكمال. كرة تلعب الآن في هذا التوقيت. كل تدخلات بالمناسبة مدرب المنتخب العراقي الرجل الأسترالي جراهام أرنولد كلها حتى الآن تعطي الفائدة، تعطي الإضافة لصالح منتخب العراق. خطأ على المنتخب العراقي، حكم المباراة يطلب تنفيذ الكرة من مكان حدوث الخطأ. الشوط الثاني من هذه المباراة الآن، المحاولة لصالح بوليفيا تهاجم، العراق تدافع. هذا الوضع الطبيعي في هذا التوقيت، وهذه الروح العراقية. 3 لاعبين على لاعب، هذا يعطيك انطباع يريدون الوصول للمونديال. أجمل ذكراهم في المكسيك، وللمكسيك سيعودون إن شاء الله تعالى. أجمل ذكرانا في المكسيك بالمكسيك. كرة تبعد للأمام عن طريق أيضا اللاعب البديل إسماعيل زيد. يتحملون مسؤولية كبيرة لاعبي العراق في هذه اللحظات، وهذا هو الظهير حسين علي. الكرة الماضية، الكرة طالت في رمية تماس لمنتخب بوليفيا. ما أصعب الدقائق وما أصعب الانتظار وما أصعب 4 دقائق تقريبا متبقية، 4 دقائق تقريبا متبقية من عمر المباراة الآن. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للمنتخب البوليفي. الكرة تلعب أيضا، تترك الآن، لكن تعود للمنتخب العراقي. مرور جميل من جانب علي جاسم، بعد ذلك الإبعاد من أكام هاشم. دقائق يا عراقي تقترب. شوف هذا العراقي يعني يدعو في خاطر وليس يشكو غراما، ولكن يريد تأهل العراق للمونديال الثاني في المكسيك. كرة فيها مرور لا زالت لمنتخب بوليفيا، ولدينا صافرة ولدينا خطأ، وسلامات لاعب المنتخب العراقي. هذه الكرة جاءت في هذا التوقيت لأن تكون بردا وسلاما على العراق. في هذا التوقيت كانت خطيرة لمنتخب بوليفيا، لكن الخطأ الحاضر بالفعل لعلي جاسم في الكرة الماضية لا شك أنه جاء
أن يعيد منتخب بوليفيا، أن يعيدها إلى أماكنه، أن يجعل لاعبي المنتخب العراقي يتنفسون السعداء بعد ذلك من أجل وعلم العراق هنا طبعا في المدرجات بانتظار إن شاء الله تعالى فرحة تكون مدوية في المكسيك أولا، وبعد ذلك في كل منزل في العراق، في كل شبر من أراضي العراق الشقيق. أحمد باسل أكام هاشم واحد من رجال هذه المباراة، وإن كان كل لاعبي المنتخب العراقي كانوا رجالا في هذه المباراة. 3 دقائق هي كل ما تبقى لعودة العراق للمكسيك. كرة تلعب وتعود للمنتخب البوليفي. الحذر، كل الحذر في مثل هذه الكرات الآن، في محاولة عرضية وصلت إلى ضربة ركنية. ما أكثر الضربات الركنية في مباراة هذا المساء، ما أكثر الضربات الركنية. هذه واحدة منها، هذه كرة في هذا المكان، هذه محاولة تسديد، وهنا صدت في لاعبي المنتخب العراقي. تعود بعد ذلك لحارس المرمى فيسكارا للأمام، تلعب وتصل بعد ذلك. كثر منها يا بوليفي، كثر منها، لأنها تريح العراقي، تعيد البوليفي للخلف الآن، تجعل لاعب المنتخب العراقي يتنفس، يعيد ترتيب الأمور، يتقدم للأمام أكثر. وبالتالي نحن الآن عند الدقيقتين الأخيرتين المتبقيتين على الوقت الأصلي في مباراة هذا المساء. سلامات أيضا اللاعب العراقي ساقط الآن في أرضية الملعب، ولكن الكرة تلعب خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. رمية تماس لبوليفيا. الحذر، كل الحذر في هذا التوقيت. هذا توقيت لا يعوض إطلاقا 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 لصالح المنتخب البوليفي. من موراليس، كانت من هاكين، نقلت لفرنانديز. تأتي المحاولة ويأتي الإبعاد. برافو برافو من حسين علي. طبعا إذا قلنا حسين علي فنتذكر حسين سعيد. طبعا حسين سعيد فلا حسن. يوم أن كان المنتخب العراقي طبعا 2 من أفضل من قدمت كرة القدم العراقية مع أحمد رابي رحمة الله عليه. هذه محاولة، الله، إبعاد إبعاد يا زيد يا تحسين، زيد تحسين في الكرة الماضية. المنتخب العراقي طبعا 2 من افضل من قدمت كرة القدم العراقية مع احمد رابي رحمة الله عليه. هذه محاولة، الله، ابعاد ابعاد يا زيد يا تحسين، زيد تحسين في الكرة الماضية أراد إبعادها ولكنها اصطدت في قدمه ووصلت إلى ضربة ركنية. ما أكثر الضربات الركنية في مباراة هذا المساء. نقترب من الدقيقة 90، نقترب من 30 ثانية الأخيرة التي بالفعل تفصلنا، تفصل العراق، تفصل العرب. منتخب عربي ثامن إن شاء الله تعالى للمونديال. تصل الآن فيها تقدم وفيها خطأ وفيها انذار وفيها أيضا راحة أخرى للعراق في هذا التوقيت. نقترب أكثر فأكثر فأكثر. هذه مو كذبة نيسان، لا، هذه مو كذبة نيسان، السالفة الصدق يابا. كما يقول العراقيون، والعراق من المكسيك سيعود إن شاء الله تعالى للمكسيك. اي والله هذه مو كذبة نيسان، السالفة الصدق. كل العراقيون يتراجعون، يحافظون على التأهل التاريخي الثاني. ولدينا كرة ولدينا خطأ يحتسب في الكرة الماضية. مرت دقيقة من 9 دقائق، مرت سنة من 9 سنوات المتبقية. اي والله العراقي عنده ليست 9 دقائق، هذه 9 سنوات، هذه طويلة، هذه صعبة. لكن العراقي الآن لا شك في هذا التوقيت الصعب من عمر المباراة. كرة تلعب في المكان السليم وتصل بعد ذلك وفيها محاولة المرور. الحذر من الكرات الساقطة في منطقة الجزاء. الدفاع العراقي يقوم
عمل كبير كبير في هذا التوقيت. الآن المحاولة مستمرة، الكرة مستمرة، ولاعب المنتخب البوليفي يستمر كذلك في العمل، ولاعب المنتخب العراقي يستمر في الإصرار في الكرة الماضية، إبعاد الكرة الماضية. تحولت من علي جاسم، هذه مرتدة لتكن ضربة النهاية للعراق في هذا المكان. محاولة المرور، وبعد ذلك الكرة مرت ووصلت سهلة عند حارس المرمى. ركض أكثر من اللعيبة الحاكم إيفان بارتون طبعا السلفادوري الذي يقدم مباراة كبيرة بالمناسبة ترتقي لأهمية المباراة الحاسمة جدا في الوصول للمونديال الأمريكي الكندي المكسيكي. للأمام، برافو زيد تحسين، خارج أرضية الملعب، لدينا رمية تماس تلعب. شوف لما تبغي دقائق تمر ما تمر، لما تبغي دقائق تمر ما تمر. تصور 3 دقائق فقط، باقي 6 دقائق. هذه محاولة كرة عالية في هذا التوقيت، إبعاد إلى ضربة ركنية أيضا تخوف، إلى ضربة ركنية تخوف. مباراة كبيرة لحسين علي، مباراة كبيرة لكل لاعبي العراق، بداية من باسل، حسين علي، زيد تحسين، حكام هاشم، الخاص. هذه كرة في هذا المكان لصالح المنتخب البوليفي، لا زالت قائمة. الكرة تلعب، والكرة إلى ضربة ركنية. برافو أحمد باسل. تصدي. هذه كرة صعبة جدا. واحد يقول لو ترك ما فيك تلعب على الحسابات في كرة القدم، ما فيك تلعب على الحسابات، لأن واحد يقول لك بالإعادة كانت خارج أرضية الملعب، لكن لاعب كرة القدم حارس المرمى عليه أن لا يلعب على الحسابات، أن يلعب كما يجب أن يلعب. وبالتالي كرة إلى ضربة ركنية، واحدة من أكثر المباريات اللي فيها ضربات ركنية، لكن تمر إن شاء الله بسلام. مرت 4 دقائق، ما أطولها. كرة عالية تلعب، خطيرة في هذا المكان. الله، بردا وسلاما. الكرة الماضية، هذا اللاعب البديل الذي ارتقى في الكرة الماضية، حاول بالراس، ضربت في الأرض، وصلت إلى باسل، يأتي بكرة عالية. 5 دقائق تقترب الآن، وبعد ذلك 4 دقائق يا عراقي، 4 دقائق يا عراقي تقربك من المكسيك، تعيدك للمكسيك. من راهن على العراقي في هذه الأمسية، في هذا الصباح، حتى الآن الرهان في مكانه. الكرة لصالح المنتخب البوليفي عن طريق هاكين، هذا موراليس إيجراني يلعب في كندا في نادي مونتريال، بينما لدينا محاولة كرة قائمة الآن لصالح المنتخب البوليفي. سجل هدفين في مباراة أمام سورينام في الشوط الثاني، ولكن العراقي منع في الشوط الثاني حتى الآن من أن يسجل. عراقية كانت، لا زالت، وصلت لبوليفيا، نقلت الآن. الضغط على حامل الكرة من مهند علي الصافرة. 5 دقائق نقترب، وفي الطريق للدقيقة 6، وبعد ذلك لدينا 4 دقائق أخيرة على مباراة لا زالت تتلاعب بأعصاب الجميع. تلعب الآن، تصل الآن، تنقل الآن، تعود الآن لبوليفيا في هذا المكان. خطيرة، لا زالت خطيرة، قائمة في هذا المكان. العراقي يدافع، والكرة تصدق، والكرة إلى ضربة ركنية. نعتذر، لا نستطيع بث المباراة هنا بسبب حقوق الطبع والنشر. لمشاهدة المباراة بشاشة كاملة وبدون تقطيع، اضغط على الرابط المثبت في التعليقات. نعتذر، لا نستطيع بث المباراة هنا بسبب حقوق الطبع والنشر. التأهل هذا ليكن تصدي التأهل، والكرة مستمرة، والكرة العرضية، وما أكثر. والله وحوش بقلوب العراقيين، ما أكثر الضربات الركنية في الشوط الثاني، و16 ضربة ركنية. تصل هذه ممكن واحدة من أكثر المباريات في تاريخ التأهل لكأس العالم، ولكن تستحق العناية. شباب باقي 3 دقائق، كلكم تدعون، ادعوا قد تنتهي على خير. بالتضحية يا
العراقي لأن تصل بعد ذلك الكرة من ضربة ركنية. الآن مرت بسلام، الآن يا الله يا الله. الآن مرت بسلام. هذه اللي أهدت العراق الفرحة، هذه اللي أهدت العراق الإنجاز، هذه اللي رجعت العراق للمكسيك. أيمن حسين، لقد أصبحت الآن يا أيمن بطلا كبيرا في العراق. وبالتالي نعم العراق اتركها لنا يا بوليفي، اتركيها لنا أيتها البوليفية، فهذه أرادتها العراق في هذا المساء. كرة تلعب الآن، باقي دقيقة أو دقيقة ما أطولها أيضا، ما أطول الدقيقة المتبقية الآن من هذه المباراة. كرة تلعب بهذه الصورة في اللحظات الأخيرة، كرة للأمام. حكام هاشم، حكم مباراة أيضا العراقي، طالب بلمسة يد. الكرة لصالح المنتخب البوليفي. الله 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 على قطع الكرة تعود الآن لعلي جاسم. عراقية في هذا المكان، عراقية في التقدم، عراقية للأمام. احتفظ بالكرة يا علي، احتفظ بالكرة، احتفظ بالكرة، احتفظ بالكرة، خلي الدقيقة تمر. برافو 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 برافو. اي نعم، ضربة ركنية اللي باقي خلاص. اعلنها يا سلفادوري، اعلنها يا سلفادوري، اعلنها فرحة في العراق. هذه مو كذبة نيسان، هذه مو كذبة. الله